السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أغلى وأحلى أخوات وصحابات وصديقات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم الفيديو ديالي وانتم في تمام الصحة والعافية يا ربي، وتكونوا إن شاء الله فرحانين بوليداتكم بوالديكم وبكاع الناس اللي داز عليكم. مرحبا بكم معايا فيديو جديد روتين جديد. بعد غادي نقول لكم عطلة سعيدة. الحمد لله هاد العطلة زوينة وجات في وقتها نرتاحوا شي شوية من عرفتوا رمضان داز فيه شوية الإرهاق وبزاف د الحوايج والعيا والصغير وهادي الحمد لله نرتاحوا شي شويه مع وليداتنا، ولكن ما نتخاوش عاوتاني بزاف. عاوتاني لا طاخينا الجميع يجمعنا. المهم هذا الفيديو جاي ندير فيكم شي شويه الحماس كيف ما شفتوا في هذا النهار. راكم عارفين مع بدايه الشهر بدايه عاوتاني تقضيه تحديات تدابير، راكم عارفين. ومنين دابا العطله عندنا دابا الوقت باش تقداي باش تاخدي شحال من حاجه على خاطرك، ماشي بحال عاوتاني فاش كيكون روتين المدرسي كتكوني شويه مدروكه. فاول حاجه حبيبتي بديتها هي الثلاجه كيف ما كتشوفوا. اللي توسخات ديال بصح في رمضان تكافسات والله البنات. ما كنت كنمسحها في رمضان، كنت غير كندوز عليها هكذا من الفوق وصافي. ولكن اليوم ان شاء الله غادي ندير ليها واحد الغسله ديال بصح، لانني غادي نمشي نتقدى مع بدايه الشهر هكا، فخاصها واحد الفركه خصوصا داك لي زاكسيسوار وداكشي ديالها كله توسخ بزاف. ففي ديك الخلطه البنات كنت ندير المسحوق ديال غسيل الاواني اللي عندي، وكنضيف ليه شويه د الخل وشويه د الملحه، وكنرش بداك البخاخ هذاك البنات ماشي البرودوي ديال الو ما كنديروش للثلاجه لداخل، لان لا هو لا جافيل من بعد كيرجعوا بالصفويه. فاحسن حاجه انك تغسليها غير بالمسحوق ديال الماء اللي كتغسلي به المعجون، وشويه د الخل وشويه د الملحه كنخلطهم مع بعضياتهم وكنرش عليها مزيان حتى هكا. داك راكم عارفين ان الثلاجه الا كانت فيها شي طبعه ولا شي حاجه كتيبس مع البروده، وخليتها هكا ترقد، وغسلت دوك لي زاكسيسوار ديالها يتسقطوا. عاد من بعد رجعت كنمسحها صافي البنات. هنايا مسحتها رجعت كتشعل شو تبارك الله ما شاء الله. رجع فيها البريو داك البانيو ضروري ما كنفرش فيه هكذا شي حاجه، شي المهم شي هكذا شي غطا ولا شي حاجه باش ملي كنبغيها هكذا نعاود نطفى غير تنظيف هكا سايع كنهز ديك الخضيره وداكشي اللي كيطيح منها كيبقى ليا في وسط داك لاطا. صافي البنات غادي نرجع كل حاجه لبليصتها نمسحها كيف ما كتشوفوا. وهنا البنات راني اول حاجه درت هي مشيت للثلاجه، باقي هنا بنياتي مازال ما فاقوا، قلت غادي نبدا نقاقب عليهم ديك الساعه غيفيقوا عاد باش غادي نوجد الفطور. المهم كنمشي معكم ايطاب باغ ايطاب باش نشارك معكم النهيه ديالي كما دوزته كما هو وشنو الحاجات اللي دات فيه. صافي حبيبتي هنا رديت الثلاجه رجعت ليها دوك المعنات ديالها ودزت نيشان هنا نصايب ليهم واحد الحريشه باش يفطروا. المهم ما بقاش عندي صراحه الله الطحين ديال الخبز، ما عنديش اصلا الخبز ما باتش عندي. داكشي علاش قلت ندير لهم حريشه. وبقات عندي البنات هاد السميده والله الا صدقات زوينه. عرفتوا البنات هاد السميده هذيك اللي تقديت 3 شهور هذه ديال مزيه اللي كنت لقيتها بروموسيون فاتقداو نفعاتني البنات والله العظيم. في رمضان كنت كنصايب ديك الشاميه ولا تقبل رمضان صاوبت بها الحريشه وبقى لي منها تقريبا هاد الكيلو اللي ولا ما كاملش عجنت منه هاد الحريشه وبقى لي شي حاجه منه. المهم الحريشه تقريبا نص كيلو كندير فيه خماره وشويه الخميره ديال الخبز، درت واحد المعلقه ديال العسل ولا السكر باش كتعطي ديك الحموضيه. صافي حبيبتي واحد الطريقه ديال خميره الخبز وبديت كنبسبسها هكذا بشويه ديال الزيتون ديال الزيت. قلت لكم الزيت ديال زيت الزيتون، وخلطت معها حتى شويه زيت نباتيه حيت بقات عندي زيت الزيتون قليله. صافي بعد ما بسست حيت منها واحد شويه باش غادي نقاص به الحريشه ديالي، وبديت كنعجنها غير بالماء بارد لان الحال تبارك الله سخون. صافي خليتها حدايا ترتاح واحد شويه وتشرب ديك المياه ديالها. كنرخيها البنات ماشي كنديرها قاصحه، كندير عجينتها تكون مرخوفه. المهم انا كنديرها بزاف المرات وكل مره كنعاودها لان كل مره كيدخلوا هكذا بنات جداد وكيخصني عاوتاني انني نشرح. ما تبارك الله المتتبعات ديالي خلاص. راكم ما شاء الله عليكم هادو المتتبعات جدد، وكنقول لكم مرحبا بكم ان شاء الله نتوما. حتى حنا كنا كنتعلموا في هذه القناه وكنشاركوا مع بعضياتنا بزاف د الحوايج. بعد ما رشيت هذيك المقيله ديالي بداك شويه ديال الخليط، صافي حبيبتي حطيت ديك الحريشه ديالي وانا كنقيس يديا بشويه ديال الماء باش هكذا تساعدني في انها تساوح مزيان وتجيني متساويه. عاد من بعد داكشي اللي بقى ليا من داك الخليط اللي باش كنبسبس كنضيفو في الاخير من الفوق باش كنشفها باش كتجي حريشه مقاده وزوينه. وكندور بها هكا كنحففها بالموس باش ملي نقلبها كتكون دائريه ما كتكونش مشي نتفاليه في الجناب. وبطبيعه الحال المقله ندهنوها بشويه ديال الزبده باش ما تلصقش ونثقبوها بطبيعه الحال. ديتها طيب على واحد النار متوسطه حتى كتبان ليا نشفات مزيان من الفوق حد باش كنقلبها. ونصيحه للاخوات المبتدئات الا بغيتو طيبوا الحرشه ما تنقصوش العافيه بزاف، الا نقصتوا العافيه بزاف راها كتيبس وما كتجيش طبه وشيشه
وإلا زدتو العافيه بزاف كتجي محروقه وخضراء من الداخل، فكتبغي عافيه متوسطه. صافي رديت حدايا واحد البريد ديال اتاي، اختي الحريشه كتبغي واحد البريد ديال اتاي. صافي ومن بعد قلبتها هكذا بعد ما بانت ليا تحمرات وذهبت، غير بداك المطرح ديال الخبز ودرتها غير في المقله القديمه ديالي. توحشت ديك المقيله، ملي شريت ديك المقله الكبيره ما بقيتش مسكينه كنخدمها. صافي البنات، وكان هذا هو الفطير ديالي المتواضع البسيط جدا جدا جدا. واليوم الفيديو ديالنا راه فيه بزاف ديال لي ميساج بالنسبه للاخوات اللي معايا في القناه، وفي اطار الكونسيبت اللي اصلا حنا ماشيين به: تدابير، اقتصاد، توفير، نساعدوا بعضياتنا، يعني نفيدوا بعضياتنا في افكار هكذا. وخصوصا حنا دابا مع هذه الموجه ديال الغلاء، يعني الانسان ما غيبقاش غير يتشكى ويبقى وكواك. عباد الله الغلاء، هاد الغلاء البنات راه ماشي شي حاجه اللي غتجي اليوم وتمشي غدا، شي حاجه اللي مطوله. اذا خاصنا نتادابطاو حتى حنا معاها. كما انا غيرت بزاف ديال الحويجات، واخا المهم انا ما كنتش واحد الانسان راكم كتعرفوني مبديه، يعني كل حاجه كنديرها بالقانون ديالها. ورغم هادشي كامل فحتى انا البنات غيرت بزاف ديال الحوايج، لان هادشي ما بقاش مسلكني. كنت ديك الساعه من هنا من هنا نوفر من هنا باش نجمع باش ندير تحت مني حتى انا اي ما كطمح يكونوا عندها واحد الاستقلال مادي، واخا سواء تكون جالسه في الدار او لا خدامه. حتى انا جالسه في الدار، ولكن رغم ذلك حتى انا كنوفر شويه من مصروفي ديال القناه، كنعاون بها راسي. ودائما كنصح اخوات ضروري يد وحده ما كتصفقش، ضروري خصك تعاوني. راه ماشي عيب ان الزوجه تعاون الزوج ديالها، خصوصا حنا في واحد الزمن اللي صعيب 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 انك متطلبات كامله غترميها للزوج وما تعاونيه في حتى حاجه. واخا شو غير هذاك التدبير ديالك انت ديال المنزل ديالك، ديال توفري شويه، ديال غير تقتصدي على الزوج ديالك. بطبيعه الحال الا كان واحد الزوج حتى هو داير بحسابي حتى انا دخلني حتى انا في ميزانيته، يعني خليوني من الازواج اللي ما كيعتبر مسكينه المراه انها ما كايناش، يعني صافي يتكلف بالماكله والشرب وهي الهريه اللي جيبيها، ما يعرفها في حاجياتها، ما يعرفها في بزاف د الحوايج. حنا اصلا المراه بهكا خلقها الله كتبغي يكون عندها شي شويه ديالها، تبغي تخرج، تبغي تهلا في راسها. بزاف د الحوايج خاص يكونوا عندك، وبهذا الشيء باش ديريه كامل راه ضروري خاصك ما تسمحي في شي حوايج. يعني الاخوات اللي بغيت نقول لكم دابا هو انه نساو عليا الكماليات، وحتى اللي كانت عندها شي بليه ولا فيها خساره الفلوس واللي كتشوف والو، فمن الاحسن اننا نعاودوا نراجعوا راسنا ونعاودوا حساباتنا، نعاودوا نقادوهم. هاد الموجه الغلاء راه ماشي شي موجه اللي غتجي اليوم وتمشي غدا، لانه واخا تغوتي ولا تهضري ولا هذا الشيء ما كيبدل والو من الواقع اللي حنا فيه. فبطبيعه الحال غير اسلوبك المعيشي. كما قلت لكم كانوا شي اشياء غير ضروريه في حياتك، شي حاجات بحال كاينه اللي مبليه بالحوايج، اللي مبليه بالماعن وهذا، فراجعي راسك. فمن الاحسن انا كنفضل لك اختي انك ديري تحت منك شي حاجات اللي غينفعوك. ممكن في هذا الوقت ما بقى حتى شي حد يقدر ينفع الاخر. علاش؟ لان كل شيء مأزم. باش ما تقولي مثلا راه كاين شي حد اللي انا كنعتمد عليه ولا شي حاجه، راه في هذا الوقت صعيب بزاف انك تلقاي شي حد اللي تعتمدي عليه مثلا في ازمات ديالك، ولا الا جات شي ظرف طارئ الله يحفظ، ولا شي مرض ولا شي حاجه مفاجئه. فمن الاحسن انك تعتمدي على راسك براسك في هذا الوقت، لان صعيب باش واحد يهز الاخر. طات بناتي وخرجت نيشان للسوق ملي غسلت الثلاجه وهذاك الضروري غنمشي نجيب التقديه. المهم صراحه الله قبل من مورا 12 الفوق كيبدا السوق كينقص شي شويه. المهم انا غادي نشارك معكم الاثمنه، ما غاديش نقول لكم كاين الغلا بزاف ولا كاين شي واخا بزاف، كاين الحاجات اللي باقيين شادين في الثمن، وكاينين شي حويجات اللي هكا نقصوا بحال البنات البصله. انا البصله جبت منها 3 كيلو البنات، جبتها بجوج دراهم ونص. كنهضر البنات على البصله خضاريه، هذه غير قطعت لها هاد الشنانف ديالها حيت يابسين، اما حتى كانوا خضارين كنخليتهم تيجيو زوينين في الخبز معمر، ولكن يابسين حيدتهم. خديت من البنات 3 كيلو ولو ب 150 دراهم ونص الكيلو. وخديت مقابل بنات الكروسه قرب حدايا الشاري باش ما نبقاش نتعذب. نقول لكم الاثمنه، نشارك معكم الاثمنه ديال كلشي باش شحال باش تقديت. وخديت البنات خيزو الا بغيتي شي خيزو طاي هكذا وزوين كيدير 7 دراهم 6 دراهم، ولكن الا بغيتي شويه ناقص شويه كيدير 4 دراهم. يعني داك اللي غتجيبي ب 4 دراهم يعني غتقدي به غير نهار ولا يومين، ما تقديش به اكثر. هذا البنات جبتو طاي شي شويه، ها نتوما جبتو ب 6 ديال الدراهم. هانتوما البنات جبت منه كيلو ونص، حيت ما يمكنش ليا نبقى نتقدى كل ساعه كل نهار غنخرج. خديت البنات الخيار لقيته 4 ديال الدراهم، خديت منه 2 كيلو ونص. راكم عارفين دابا الحال سخن زوين، لقيته باقي طري البنات. ها هو
خديت منه 2 كيلو ونص. يعني البنات الخضار فيها هكا وهكا. خديت البنات مطيشه. شوف البنات خديت هذه اللي صغيوه شويه، يعني حتى هي فيها وفايله. خديتو ديك اللي كبيره وكتكون حمراء وطريه بحال هذه البنات. هذه كانت عندي، بقات عندي منها هاد الحبه. هذه البنات كدير 5 دراهم 6 دراهم. وهذه البنات خديتها ب3 ديال الدراهم. حتى هذه زوينه، هي صغيره الحجم ديالها، فيها اللي طايبه بزاف، فيها اللي هكا شاده فراسها. خديت منها البنات 2 كيلو. وخديت البطاطا. بالنسبه للبطاطا البنات هي اللي باقا شويه غاليه، خديتها ب7 ديال الدراهم. هانتوما البنات خديت منها غير 2 كيلو. المهم 2 كيلو الله يجعل البركه. ما تعرفوا الثمن يهبط ولا شي حاجه، الحاجه اللي غاليه وما كنقويش منها بزاف. وحيت البطاطا ضروريه، راكم عارفين الوليدات ضروري كيبغيو البطاطا. خديت منها البنات 2 كيلو. وخديت هنايا اللوبيا. خديت البنات اللوبيا خضار. هذه خديتها ب 8 دراهم، كاينه ديال 10 دراهم وكاينه ديال 8 دراهم. المهم في السوق على حسب انت واش طاطا كذا تقدري تزابي ولا شي حاجه. انا حتى كنجيب واحد الدور نمشي ونجي في هذا السوق كامل عاد كنتقدا. هي البنات هي هذيك صراحه ديال 10 دراهم كتبان لي طريه شويه على ديال 8 دراهم، ولكن حتى ديال 8 دراهم نتوما ما بيهاش. شفتوا زوينه. كتقلبي على الحاجه اللي ناقصه وصافي. جبت منها البنات كيلو. وجبت الخس. والله البنات الخس اللي خديته بدرهم. شوفوا جوج خصيصات فنيونين هانتوما، هي صغاري صراحه الله بدرهم. مازال الفرن ديالي اختي كان بايع لينا شبابو غالي. ها هو البنات خديت 2 خصيصات خديتهم ب2 دراهم. خديت لي زيبينا. عرفتوا البنات درتهم دغيا في الشبكه حيت ما كيبغيوش هما الصهد بحال سخون. خديت البنات لي زيبينا كان كيقول 4 دراهم، يعني نص كيلو ب4 دراهم، الكيلو ب8 دراهم. ها هو البنات خديت انا كيلو ونص منهم لانني كنحبهم اختي. هادو هما المساند ديال راسمي ديالي اختي، هما اللي عاونوني على فقر الدم اختي حتى طلع ليا الحمد لله. ما كيخطرنيش، كتشوفوا كاع فيديوهاتي اغلبيه عندي لي زيبينا، فين لقيتهم كناخذهم. حطيتهم هنا باش غادي نغسلهم. خديت البنات هنايا شويه ديال ربيع. المهم ربطه معدنوس وربطه قزبور دراهم. وخديت هنايا بيضه. غادي نخص حتى هو زدت وحده اخر، خصني باش خديت 3. وخديت البنات هنايا الفلفله. بالنسبه للفلفله والدنجال ب7 ديال الدراهم باش خديتهم. ها هما زوينين البنات وطايين، يعني الثمن ديالها نقص شي شويه. عرفتوا مابقاش داير 13 و 15 درهم. شوفوا الدنجال البنات غزال، كتخلطي ما بين الدنجال وفلفله وهذا. المهم 7 ديال الدراهم. خديت البنات هنايا 2 كيلو ونص ما بين الدنجال وفلفله. هنايا وخديت البنات هنايا الحامض. عاد نجيو البنات خليت لكم الدجاج هو الاخر. خديت هنايا واحد نص كيلو ديال الحامض ديال 6 دراهم. خديت نص كيلو باش نغسل الدجاج. وخديت هنايا هذه ربطه ديال النعناع وهذه ربطه ديال الفيو درهم. اخر حاجه البنات هي اغلى حاجه. هانتوما كتشوفوا، شوفوا التقديه سبحان الله كيفاش تنسخات. كنت ديك الساعه البنات كنبارطاجي معكم التقديه، كنعمر البوطاجي من تما حتى لهنا وكنحط فوق البوطه. وتبارك الله الخضار 3 دراهم 2 دراهم 4 دراهم. كاع الحاجه اللي غلات كتوصل 5 دراهم وما كيعجبنا حال. ها نتوما التقديه شحال من حاجه ميكت عليها ما جبتهاش لان ما يمكنش ليك باش تاخدي شويه هنا وشويه هنا وتنوعي ديك الخضيره. غتاخدي غير قياسك شويه وصافي. الدجاج مالفه كنجيب في هاد التقديه اول شهر كنجيب 3 4 طيور باش كيديو لي شهر. دابا البنات جبت طيور واحد. ما غاديش نقول لكم راه يكفاني في الشهر، ولكن انا غنقتصد عليه ما امكن حتى نشوف الا الدجاج تغير الثمن ديالو. البنات جبتو ب 25 درهم. وهذا السيد هو الوحيد اللي لقيتو داير ب 25 درهم. كنلقى 25 26 25 ونص، يعني بزاف. ما يمكنش ليا انا غادي نجيب جوج حتى جوج ما نقدرش نجيبهم البنات بهذا الثمن، وما تعطينيش خاطري نخلص فيهم هذا الثمن. واللي جايبه انا غير جوج طيور جايباهم ب 150 درهم ولا بكثر. بزاف البنات هادشي وحق الله. ما عرفت فين غادي. الله الا هي الله وصافي. هضرنا تعيينا وطبنا بالهضره. انا بعدا تنهضر من المنصه ديالي، يعني تنهضر. قال لي ما كيهضرش وكيتسنانا حنا نهضروا عليها. كل واحد خصو يهضر على راسو. لا اله الا الله. هادشي تقهرنا بزاف بزاف بزاف. وانا التقديه ديالي كنت نجيب فيها 4 طيور ما كيعجبني الحال. دابا وليت نجيب طير. ها هو البنات والله الا ممسوخ. ما هو حتى كالطيور ديال جوج وشويه ماشي حتى جوج ونص. مالين الدجاج ما جايبينش جوج ونص. جوج ونص قال لك اختي. قلت له خويا بغيت شي طويه هكا سمين شي شويه. قال لي جوج ونص اختي ما كاين اللي غيديه معدنا. كاين غير طير ديال 2 كيلو 100 2 كيلو 200 2 كيلو.
والله الا بزز باش لقيت هذا فيه شي 2 و300 وشي حاجه علينا 400. هو اللي لقيته البنات. غادي نغسلو دابا ان شاء الله. نتمنى في هذا الاسبوع هذا اللي داخل يكون الدجاج دا سينو ما غناخدش باقي الدجاج، لان فاش كيكون غالي كنضرب عليه. نمشي ناخذ شي شويه د الحوت، ناخذ مازال ان شاء الله نزيد شويه د الكواعين، ناخذ الحمراس، ناخذ شويه ديال التقليه، وهكذا كتنوعي. يعني ماشي صاوي الدجاج غالي غادي تشدي يدك هكا ويك عباد الله الدجاج غالي صافي نسيه، عطا الله باش تعوضيه. كيما قلت لكم كواعين كيجيو بنانين، التقليه كتجي فن الصيف هذا. تجيبي شويه د الحوت نوعي مع سردين مع شويه ديال التخليطه هكا، وهكا غادي نمشي ان شاء الله الوقت. فين ما تقديت شي حاجه راني غادي نبارطاجيها معكم. المهم فهاد التقديه عطيها واحد ديال الدجاج هو اللي كاين صافي. البنات بالنسبه للثلاجه راني غسلتها، تهنيت منها قبل ما غادي نخرج. غادي نغسل هاد لي زيبينار، غادي نغسل هاد الطويه ديال الدجاج حتى هو، نضم خضيره كل حاجه بليستها، ومن بعد نتلاقاو باش نطيب البنات الغدا. عرفتوا مشيت تقديت بسرعه السوق فيه داكشي باين، يعني ما مشيتش قعدت ندور هنا، مشيت مع السوق جيت بانوا لي الاثمنه، خديت خضيرتي وجيت. ما تعطلتش تقريبا، درت واحد ساعه حتى ساعه لا، المهم ما تعطلتش باش مشيت فاش جيت. يلا البنات هانتوما معايا نكملوا الفيديو ديالنا. البنات غسلت هنا هاد لي زيبينا. قبل البنات ما تغسلوهم دائما كنجيبهم وكنفرشهم هكذا في البوطاجي، وكنحيد دوك، كنشوف دوك الوريقات اللي خامجين، ولا كيكونوا شي رتله، شي دويده، شي ببوشه صغيره هذا، كتلقاو هادشي مع النباتات كاع هادشي الخضر كيعجب الحشرات. صافي البنات نقيتهم عاد باش غنغسلهم، كنقي حبه بحبه. ونقيت حدايا هكا اللوبيات هذه، نقيتها وغادي نخشيها ان شاء الله في المجمد باش كتجيني ساهله ملي كنبغي نديرها. صافي البنات وغطيت حدايا طويجين. ها هو البنات عرفتوا خلطت فيه كلشي، درت فيه خيزو لتحت واللوبيا والدجاج، ومن الفوق درت فيه الجلبانه ومطيشه والبطاطا يجي هكذا منوع. وندير فيه واحد الفليفله بزاوده صافي البنات. ونغطيه بلاتي البنات باش يطيب ليا دغيا قبل ما غادي نغطيه. كندير له البنات الطبيسيل دغيا كيطيب بحال ما هكذا. كندير ليه الطبيسيل كيعاودو دغيا كيطيب. هاد الحيله دغيا كتخلي الطاجين يطيب، خصوصا مع الدجاج ما غاديش يطيب. صافي البنات واحد نص ساعه يكون واجد. في العشيه البنات خرجت البنات شي شويه لعبوا، راكم عارفين العطله هذه ما يمكنش لك تبقي حابسهم في الدار، خصوصا مع سفرنا ما حتى شي حاجه. ضروري ما تخرجيهم يبدلوا شويه الجو. صافي ملي كنت راجعه البنات دزت البيم، قلت خاصني نيت شي حاجات هكذا ونجيب معايا الحليب. المهم صحاباتي تنرجع للدار وغادي نبارطاجي معكم. دزت البيم ودزت حتى الطاحونه حتى هي. والمهم هانتوما معايا حبيباتي حتى دزت على الطاحونه. قلت نحيد عليا شي حويجات هكذا في التقديه. خباكم البنات التقديه يلا غادي نتقدى. الا لاحظتوا انني في رمضان ما تقديتش غير ديك التقديه اللي كانت تقديت في تشاركت معكم في شعبان، وهذيك الحمد لله طاح لي ربي فيها البركه وكملت بها رمضان كامل، قولوا افريل كامل ما تقديت. جبت شي حويجات بساط بحال نقول لكم البنات غير بابي جينيك والمعجون د الماعن هما اللي تقادوا لي. اما ديك التقديه تبارك الله مشيت بها، ما يمكنش كل شهر غادي تقداي واخا يكون عندك الفائض غادي تبقاي تقداي من اجل الفيديو، ولا غير غتقداي وصافي. بطبيعه الحال ما يمكنش. عندك التقديه تولت بها راسي وكملت بها البنات رمضان كامل، وطلع ليا كما قلت لكم ربي فيها البركه. نسيت هكا الحليب وداكشي البسات اللي كتقداو. فجبت البنات هاد الدوست هذا كيعجبني بعدا فيه المذاق د الحليب، واخا زادوا فيه حتى هو كان 9 دراهم دابا ولا 89. صافي البنات خديت هذا واحد المهم عندي كيدي لي اسبوع ولا اكثر. دابا العطله ما كنستهلكوش الحليب بزاف، ولكن هكا كيبقى عندي في الدار. وجبت سنيده، المهم جبت شي حاجه. جبت سنيده هذه في الحانوت راها زايده شويه، وفي بيما رخيصه 9.25. صافي البنات وجدت هذا كلين اب هذا خديته حتى داك الشهر من الهرينيت، وكان باقي عندي. جبت البنات غير وحده، مازال لي وحده بحال هذه البنات. هذا كيدير 23 درهم، ولكن والله الا زوين. هذا بعدا ماشي داك اللي كيكون رقيق ولا كيتقادى دغيا، راه المضغوط داير بحال شكل البويطه. خديت منه غير وحده، وخديت البنات هاد الصويبينات هادو زوينين. كيديروا نقول لكم البنات 10 دراهم ولا 11 دراهم شي حاجه. المهم زوينين هادو. ياك الغسل اليدين فيهم فنيوين، فيهم هذا الورد وفيهم المسك وفيهم العود. فنيونه هاد الصويبينه غير جاوبها كترطب اليديدات. صافي البنات وخديت شويه من هاد لي باط هادو كيديروا غير 5 دراهم في بيم. كانوا داوهم برومو شحال هادي، ودابا معاودينهم كاينين البنات في بيم زوينين ما كيتلصقوا ما حتى شي حاجه. هاد لي باط هادو البنات حيت انا عواله ناخذ غير الحليب. ملي لقيت والسكر ملي لقيت هادو ما كنت صراحه طلع هزه معايا، خديت غير وحيده.
زوينين. راه كيكون فيها 400 غرام، كدير 5 ديال الدراهم، 4 دراهم وشي حاجه، قولوا عليهم 5 ديال الدراهم. وخصوصا هاد المجيعه رقيقه ما كنلقاهاش بزاف في الحانوت. ملي درتها عجباتني هكذا زوينه. صافي لبس هادشي اللي جبت معايا. ودزت الطاحونه، جبت الزرع. حاول البنات جبت 10 كيلو. كنت غادي نجيب هذا وغنجيب التخليطه ديالو الفارينه، ما لقيتهاش البنات. جبت غير 10 كيلو ديال الزرع. قال لي الفارينه من دابا 3 ايام عاد تكون. باقي عندي نيت واحد شويه، ماشي يجهد هكا شي عجنه ولا شي حاجه. اللي بقى لي صراحه الله ما بقاش ليا بزاف. عاد غادي نرجع للطاحونه ناخذها. شفتوها بدلت، ما بقيتش كنعجن كنت كنعجن بالفواصل الحوش. دابا وليت هذا القمح الكومبلي. عرفتوا البنات ما غابلتو ما والو، خيتو بالنخاله ديالو وكنخلطو مع الفارينه مغابله. هانتوما البنات شفتوا هذا ديال كندا، جبت منه 10 كيلو. غير هو ما مغابلش ولكن ملكوك مزيان البنات باش نستافد حتى من ديك النخيخيله. هانتوما في رمضان كنت غابلته وندمت، ما عجبنيش هكذا مغابل. ولفت هذيك النخاله جي زوينه، لا في التكراس ولا في كلشي. دابا ان شاء الله غادي نخويه في السطل ديالو. وغتبقى ليا التقديه ديال الهري ان شاء الله غادي نجيبها ان شاء الله في هاد الايامات هادو. المهم حيدت عليا بعد هاد الحاجات. اما بالنسبه لبنات الزيت فاني جبتها ماشي صراحه الله جبتها من الهري ولا من بيم. هذه البنات جبتها من مهرجان. لقيتهم دايرين هاد البيدو ديال 5 يطرو ديال 100 درهم. لقيتهم دايرين فيه تخفيض ديال 100 درهم. وهي بيني وبينكم راه الزيت دابا بدات كتنقص. هذه البنات راه جبتها دابا شي نقول لكم تقريبا هكذا شي اسبوع وشويه. صافي حبيبتي، هنا بديت كنعض كل حاجه بليصتها. هذاك الطحين غادي نعضو السطيل ديالو. ما كيهزش ليا البنات هاد 16 كيلو الا كانت بالنخاله ديالو، حيت ديك النخاله كتكون شي شويه كتزيد الفوليوم. كتبقى ليا ديما واحد العجينه هكا، قياس واحد العجنه كنحتفظ بها هكا غير في العجانه حدايا كنحيدها. صافي البنات، وهنا غادي نختم معكم الفيديو. غادي نقول لكم خليت لكم راحه ولهنا الى فيديو قادم بحول الله. ما تنساونيش من لايكم تعليقكم الزوينه، والى اللقاء.